قدامكم في الصورة دي بنت اسمها جهاد، طفلة عمرها 14 أو 15 سنة في المرحلة الإعدادية. بنت حافظة الكتاب ربنا، بتصوم اثنين وخميس، مشهود ليها في القرية اللي هي ساكنة فيها بأخلاقها العالية. كل الناس هناك بتحبها، خصوصا أهل القرية بتاعتها. اللي حصل لها حاجة تحزن وتزعل بجد، لأن اللي حصل لها ما كانش بذنبها، وكمان حصل لها وهي صايمة. ايه اللي حصل لجهاد؟ تعالى هقول لك التفاصيل الكامله، بس يا ريت تعمل لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لغيرك ويسمعه. ويا ريت لما تتابعني هيزيدني شرف من حضرتك تدوس على علامه زي تحت صورتي عشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه. ويلا بينا مع بعض احكي لكم ايه الحكايه. الحكايه يا سيدي زي ما قلت لك كده، ان جهاد اسمها جهاد شعبان عبد الرحمن، طفله من قريه اسمها كحك بحري من محافظه الفيوم. الطفله ديت في مشاكل او في خلاف ما بين عائلتها وعيله تانية، عائله جلال الدين وعائله فضل، وساكنين في نفس القريه اللي هي ساكنه فيها.